يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ده لازم يكون الذكر بتاعنا النهاردة، ان احنا نصلي على شفيعنا يوم القيامة سيد الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يمكن تكون أو يمكن ده يكون هو النوع الأول ليا في الحلقات الدينية، وطبعا رأيكم انتوا اللي هيقول لي كمل أو استوب، كفاية ما تكملش وقف، يعني لحد كده واستوب. فأنا مستني رأيكم في الحتة دي. أنا النهاردة جاي أقول لكم إيه؟ أنا جاي أقول لكم رمضان كريم، وكل سنة وأنتم طيبين، وكل سنة والأمة الإسلامية والأمة العربية، وكل سنة وأي حد مسلم ومؤمن وموحد بالله طيب وبألف خير وسعادة، وربنا يديم علينا رمضان، ويديم علينا شهر رمضان، ويديم علينا بركة شهر رمضان، وكمان يبلغنا رمضان في السنين القادمة لا فاقدين ولا مفقودين. حلقتنا النهاردة أنا جاي أتكلم معاكم فيها بسرعة كده. حاجة أتكلم معاكم عن حاجة وهي الصدقة، أو معنى أصح التجارة مع الله. عندنا شهر رمضان، وإحنا دلوقتي كلنا بنصلي، وفي مننا اللي بياخد شهر رمضان ده وكأن رب رمضان يعني هو حاجة ورب السنة كلها حاجة تاني خالص. ما علينا، يعني لعل الله ان هو يجازيه خيرا على ما يفعل، مفيش مشكلة. طب ايه بقى اللي انا عايز اتكلم فيه؟ عايز اتكلم في التجارة مع الله. التجارة مع الله ديت بقى ايه؟ انت بتصلي بتصوم، وربنا هو بيجازيك على الصوم وبيجازيك على الصلاة، ومعروف الصلاة الفردية قد ايه، والصلاة الجماعية كام درجة، الجماعة اللي هي في المسجد. غير كده وكده كمان احنا بنزيد من الصلاة في شهر رمضان بالنوافل، وكمان بنصلي صلاة القيام او ما تسمى بصلاة التراويح في المساجد بعد صلاة العشاء، وكمان بيبقى في صلاة تهجد والكلام ده كله. تمام. فدي كلها اعمال جميله جدا جدا جدا. طيب فين حق ربنا علينا في الشهر الكريم ده؟ ازاي حق ربنا وانا مش بصلي مش بصوم؟ في حاجه اسمها بقى الصدقه. طبعا الصدقه ربنا هيجازيك عليها خيرا كثير. ازاي يا عم؟ عن ابي هريره رضي الله عنه قال عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عز، وما تواضع أحد لله إلا رفع. ده مين رواه؟ رواه مسلم. أنا تهمني قوي أول جملة، لأن هي دي اللي أنا جاي أتكلم معاكم عليها، وهي دي اللي أنا جاي أحكي فيها، وهي دي الزتونة اللي أنا جاي أتكلم فيها من الآخر، يعني اللي أنا جاي أديها لكم النهاردة. ما نقص مال من صدقة. إزاي يا عم؟ ده انا معايا 100 جنيه وطلعت 50 جنيه، ما انا كده خلاص، انا كده هيبقى معايا 50 جنيه بس اروح بقى الشغل وهرجع بيها، لا هعرف ان انا اكفي بيتي ب 50 جنيه ديت، ولا هعرف ان انا اعمل اي حاجه اساسا. وبعدين ما انت شايف كيلو الفراخ بقى بقد ايه، وكيلو اللحمه بقى بقد ايه، وكيلو البانيه بقى بقد ايه، والخضار بقى عامل ازاي، وشايف انت الدنيا كلها بقت عامله ازاي، بقت حاجه صعبه قوي يعني. لا، ما نقص ماله من صدقه. ازاي؟ دلوقتي انا جيت طلعت 50 جنيه 100 جنيه معايا، 100 جنيه في جيبي طلعتها، قمت رحت فكيتها، تصدقت من يستحق ب 50 جنيه. اذا انا بقى معايا كام؟ 50 جنيه. طيب بكل بساطه كده، هو ربنا مش قادر ان انت في شغلك تعمل تنجز اشياء كثيره ويجازيك عليها خيرا في نهايه اليوم؟ بمعنى يعني مش ممكن ترجع اليوم ويبقى في جيبك 300 جنيه وتقول يا سبحان الله، ده انا دفعت 50 جنيه بس، ده انا طلعت 50 جنيه صدقه. ما هو ده التشجيع من ربنا، انك تطلع 50 جنيه صدقه عشان تلاقي بعدها ان الخير معاك يزيد، فتطلع صدقه اكتر فالخير معاك يزيد. هو هنا معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقه وما زاد الله عبدا بعفو الا عز، وما تواضع احد لله الا رفع. وطبعا التواضع ده حاجه ثانيه لسه هنتكلم فيها التواضع دوت، بس يعني لما الحلقه دي تعجبكم كده ان شاء الله باذن الله نبقى نتكلم في المواضيع دي كلها. طب افرض ما خدتهاش فلوس. طب انت مثلا كان عندك مرض ما، تصدقت، طلعت صدقه، يعني دي كل حاجه الحسنه ب10 امثالها في كل حاجه. شوف بقى ال 50 جنيه تعمل لك كام حسنه واضربها في 10. تمام؟ انت كان عندك مرض ما وربنا يعني
بعد ما طلعت دي لقيت ان الدكتور بتاعك بيقول لك احنا لقينا حل لحالتك ولقينا علاج ليك، هتعمل ايه؟ ما هو ما نقص ماله من صدقته. طيب انا جيت دلوقتي يا عم ربنا ما اداهاليش فلوس ولا اداهالي صحه، هتلاقيه مديلك في حاجه تانية. اي حاجه في الدنيا هتلاقيه مديلك فيها، ده غير الحسنات اللي انت بتاخدها في الاخره. زي ما الناس تقول لك الحسنه ب10 امثالها. طب ازاي؟ دلوقتي انت ممكن تبقى ماشي معاك 10 جنيه وربنا يرزقك حاجه مهمه جدا جدا جدا، وهي القناعه. اللهم ارزقنا القناعه. قناعه يبقى في جيبك 10 جنيه وانت حاسس ان انت معاك ملايين ومليارات الدنيا كلها. يا سبحان الله. شوف الصدقه بتعمل ايه. انا كل اللي انا اوصيكم بيه هي الصدقه، وطبعا الذكر اللي انا لسه لكم النهارده. نصلي كلنا على الحبيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كنت معاكم حسن من قناه اصاله ثابت، قناه خطيبتي. اشتركوا فيها ولايك للفيديو. اشوفكم فيديو جديد. لو عجبتكم الفكره ما تنسوش تقولوا لي تحت في التعليقات. سلام.